ازيكم عاملين ايه؟ يوم جديد سعيد عليكم يا رب ان شاء الله. انا عارفة طبعا ان كل دلوقتي عنده امتحانات وكلنا مطحونين ومبهدلين، مش بس سنة تالتة ابتدائي. طبعا بعد القرارات الوزير الجميلة دي كلنا متبهدلين، من اول اللي عنده لسه اولى ابتدائي لحد بقى المراحل اللي فوق. حقيقة هو فاجئنا كلنا، فربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب ويحفظ ولاد. بس برضو في الفترة الأخيرة كده زاد قوي موضوع الفود بلوجر. الناس بقت بتفكر ان دي مهنة، يعني وظيفة. شوف كده واحد بيعملش حاجة غير ان هو بياكل، ويسمي نفسه ان هو فود بلوجر. ماشي، يمكن يكون في ناس دارسة الموضوع ده، او ناس خارجين سياحة وفنادق، او يعني ناس كده عاملين زي مراد مكرم كده، دي مهنتهم. بس مراد مكرم بيبقى فاهم ودارس وعارف انواع الاكل والتركيبات يعني الخلطات اللي بتعمل، يعني اهي شغلانته. بس في الفترة دي بقى كل الناس فجأة بقوا فود بلوجر. ومش بس فكرة ان هو فود بلوجر، لأ، يعني في ناس بتطلع تنتقد في الحاجة لمجرد بس انها تكسب شو يعني، وتبدأ الناس تتكلم عن الشخص يعني ده. موضوع الفود بلوجر ان هو يعني مثلا بيعرض اكل معين او يعمل ريفيو لمطعم معين، ولكن هو برضو بيحكم من وجهة نظره. وفي بعض الناس بيطلعوا بشكل محترم جدا لما بيلاقوا في اي انتقاد او مثلا يعني ملحوظة كده على جودة الأكل، نظافة الأكل، سعر الأكل، كل الكلام ده بتعرضه بشكل بصراحة مهذب يعني. ما يعيبش أبدا لا في صاحب المحل ولا حتى في الناس اللي شغال. لكن في بصراحة واحد كده طلع بقاله فترة، يعني يعني كتير قوي بشوف له بس فيديوهات كلها انتقادات في الأكل. يطلع يتكلم على مثلا مطعم أسماك وكده مشهور، قبل ما يفتح الأكل يقول إن الأكل ريحته زفرة والأكل بشع والكلام ده كله، فيخليك تقرف. يعني انت مثلا لو بتفكر ان انت تجيب من المكان ده هتقلق، هتقول ما جايز يكون فعلا الأكل مش زفر أو يعني مش نظيف أو جودة الأكل وحشة، فبالتالي مش هتروح. يجي ينتقد محل مثلا حلويات، انا مش عايزه بس اقول اسامي مطاعم يعني، يعمل ريفيو قبل ما يدوق الحاجه، يشمئز ويعمل حركات تقرفك اصلا ان انت تقرب من الحاجه دي. طبعا لو الموضوع ده في حاجه واحده هنقول يمكن او جايز الصح. بالمناسبة يعني أنا ما ذكرتش اسم الشخص، لأن هو يعني هو في شخص واحد هو أكتر حد بصراحة مضايقني أوي في موضوع الفود بلوجر، وهو عمرو بيلا. ما بيعملش أي حاجة غير إن هو بيطلع ينتقد في المطاعم والمحلات، سواء بقى كبيرة سواء صغيرة. كل ريفيوهاته سيئة جدا، كأن مثلا هو بس اللي بيتقدم له حاجة جودتها سيئة. ما سمعتوش مدح في حاجة يعني، الا حاجة بسيطة. واعتقد يعني ان هو كان اعلان فمدفوع له، ف فمدح فيه. فالمهم يعني ان هو انتقد مطعم، يعني محل تاني للحلويات عنده فروع كتيرة جدا في القاهرة وفي المحافظات كلها، وبرضو انتقد الحاجة، انتقد الحلويات. طلع انتقد حاجات كتيرة قوي. بصوا، انا لو انا فود بلوجر، فانا لما ادوق الاكل هقول الاكل من وجهة نظري. انا مثلا بحب الشطة، غيري ما بيحبهاش، فممكن الاكل يبقى مشطشط فيعجبني فاطلع اقول ان الاكل حلو من وجهة نظري. انا بحب الاكل مثلا مظبوط، في ناس تحب ملح قليل، فانا هطلع اقول ان الاكل تمام، او مثلا اقول لا ده الاكل ناقص ملح فما عجبنيش. فبرضو دي اذواق، برضو هقول من وجهة نظري. فأي فود بلوجر بيطلع هو بيقول رأيه في الأكل من وجهة نظره الشخصية، مش من وجهة نظرنا.
ف... فالناس يا ريت بس ما نحكمش على جودة الحاجة من رأي حد تاني. انا مثلا ممكن استفيد، وعلى فكرة انا يعني بتفرج على ناس كتيرة، وبصراحة في ناس كتيرة جدا جدا مهذبة قوي، وبيقولوا رأيهم في الاكل بمنتهى الادب والاحترام، وما بيعيبوش على فكرة في المكان. بس انا ممكن استفاد من الفود بلوجر في ايه؟ اني مثلا ابقى عرفت سعر الحاجة، آه، انواع الاطباق اللي هم بيقدموها، الفروع، العنوان. ممكن ابقى عايزة اجرب، لكن اني اخد رأي حد في الاكل اللي انا هاكله اكيد لا، ما هو ممكن اللي يعجبه ما يعجبنيش والعكس. فاللي انا عايزه اقوله ان الناس اللي واخدين الفود بلوجر على انها شغلانه، هي دي مش مهنه، هي دي مش شغلانتك. شغلانتك انك تطلع تاكل وتنتقد، او انك انت علشان ما تنتقدش وتعيب في اكلهم وفي مكانهم، ان هم يدوك الحاجه فور فري، يعني تعمل لهم اعلان فانت الاكل يجيلك فور فري فتطلع تمدح. انا عارفة ان في مطابخ كتيرة ومطاعم كتيرة بتجيب فود بلوجر يعملوا لهم دعاية واعلان، ده حاجة عادية جدا، نوع من انواع الدعاية. آه بس مش معنى كده ان انا عشان مثلا هعمل اعلان فانا اطلع اقول الاكل حلو جدا بنسبة 100%، او لو هو مش اعلان فاطلع اذم في المطعم واقول ده المطعم سيء جدا واكله وحش واللحمة مش كويسة والكوارع مش عارفة مش نظيفة والحاجات دي كلها. كل اللي انا اقدر اقوله ان يعني اي حد بيسمي نفسه فود بلوجر فانت دي مش وظيفتك او مهنتك، انت مجرد واحد طالع تاكل وتقول رأيك في الاكل اللي انت بتاكله للناس. انا ممكن اتفق مع رأيك او اختلف مع رأيك، آه يعني ده عادي، مش معنى كده ان الحاجة تكون وحشة، لا، اللي ممكن يعجبني ما يعجبش غيري او اللي ما يعجبنيش يعجب غيري، دي حاجة عادية جدا. بس اللي بقوله يا ريت يا جماعة نراعي ربنا في الناس اللي بتشتغل في الاماكن دي، ونراعي سمعة المكان، ان يعني ان كل واحد عايز يعني يعمل اعلان لمطعم فيطلع يذم فيه، فبالتالي المطعم يجري يكلمك علشان انت عملت اعلان وحش عن مطعمه فيجيبك فيدفع لك فتطلع تمدح تاني. فاتقوا الله شوية في الناس دي، الناس دي بتشتغل بتتعب في شغلها، دي مهنتهم بقى، دي وظيفتهم، مش زي حضرتك بتطلع تاكل وتتف الاكل او ترمي الاكل وتعمل نفسك انك خلاص بطنك قلبت والشغل ده. راعوا ربنا واتقوا الله في الناس اللي بتقف على رجلها بالساعات عشان تطلع اكل للناس. عارفة ان في حاجات كتيرة بتبقى يعني ملاحظات على الاكل او الكلام ده كله نطلع نقوله بشكل كويس، منها ان المطعم يعمل حسابه او يحطها في البلان بتاعته ان هو يعدلها او يحسنها، ولكن ما نطلعش ننتقد ونذم لمجرد بس ان احنا نعمل شو فالاضواء تتسلط علينا فيجيبونا نعمل اعلان او استفيد من اللي انا عملته، وهكذا. انت بتضر ناس كتيرة، بتضر صاحب المكان، بتضر العمال اللي شغالة. مش بس يعني مش ان انت بتعمل لنفسك شو. اتمنى بجد ان كل واحد يراعي ربنا في الموضوع ده، ونقول رأينا بمنتهى الأدب والذوق بما يرضي الله عشان مصلحة الناس كلها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، أشوفكم في يوم جديد سعيد عليكم يا رب إن شاء الله.